اوكي. اللايف ده اصلا كنت عامل نفس الغلط قبل كده، بس انا مش عارف الفيديو راح فين ولا اللايف ده راح فين. قلت اعمل واحد تاني ايه من اجل بس المستمعين الاعزاء. بفكر مش طالع اصلا اللايف ده من البي سي، يعني المايك ده ملوش لازمه. قلت ايه، يلا بينا اهو خلاص. بس يا جدعان انا اصلا كاتبه، يعني انا كاتب بصوا حكاوي المتابعين، اسئله الشباب المشتركين المحرجه بين قوسين الشباب المراهقه، مع ان اصلا معظم الاسئله دي ما جاتليش من شباب مراهق. وانا مش يعني ما ينفعش اذكر اسامي اصلا صحاب الاسئله دي، بس هي اصلا الاسئله دي سالت لي كتير، فانا هجاوب عليها بشكل عام مش لشخص واحد، يعني فاهم. بس قبل اي حاجه خلينا بس عشان اعمل كوبايه شاي بلبن، فخلينا نلف سيجاره. وعلى فكره ده تبغ، اللي انا هلفه ده تبغ. اي نعم هو مش جولدن فيرجينيا، هو ميريت، بس ده تبغ مش مخدرات، للمعلومه بس. اهو والله تبغ، تبغ، تبغ. انا بشرب سجاير تبغ، عشان بس ايه محدش دماغه تهب ولا حاجه يفتكر حاجه غلط. عشان كمان لما اتصور مثلا عامل كده، لما احط الثامنيل بتاعت اللايف اعمل كليك بيت. بصراحه بتكلم بصراحه، لما مثلا اعمل كليك بيت وانا بلف في سجاره، الناس تفتكر ايه بقى؟ تفتكر بقى وليد اتجنن بقى وبيشرب قدام الفانز، فايه يعملوا لي، يخشوا يشوفوا ايه الحكايه، يكتشفوا ان ده تبغ. وعلى فكره اصلا من ضمن الاسئله في واحد كان بيسالني على الدراجز، المخدرات، عايز يبطل، وجبت له ورقه مخصوص والله يعني. تعبت عقبال ما اجيبها، ديت من المكان اللي هما جروبس المساعده على الاقلاع عن الادمان. خطوات واحد، خطوه خطوه. انا الحمد لله مش بعاني من المشكله دي، بس طالما اخ بيعاني من المشكله دي ومعتبر ريد فلامس اخ، يبقى لازم اساعده اكن انا في الموقف ده. وزي ما بقول ده تبغ، ده تبغ مش دراجز. اوكي. وزي ما قلت الفيديو ده الاجابه عن الاسئله اللي قدامي دي، فانا يعني غصب عني مش هقدر اقرا الكومنتات. ومن ناحيه ان انا اشرب في اللايف سجاير، فده مش معناه ان السجاير صح، بس ده عشان لايف. انا في الطبيعي ما بشربش اي حاجه ولا بشتم في الفيديوهات بتاعتي، مش عشان انا راجل محترم، بس عشان تقديرا ليكو، عشان في اخوات صغيره وكبيره لوليد فرامس، فما ينفعش، احتراما ليهم مش اكتر. ايه والله عشان كوبايه الشاي، خلي بالكم بصوا، انا اوريدي معايا سجاير عاديه اصلا، اصلا مش عارف لقيتها في جيبي، مش عارف بتاعت ايه ولا جبتها امتى اصلا، ولا تبع مين ولا ايه حكايتها. فانا هبقى معاكم حالا يجاوب على الاسئله اللي محدش هيجاوب عليها، او حد هيبقى ليه الجرأه ان هو يجاوب عليها في لايف. باب بيكوز انا وليد فرامس، وبيكوز انتم اخواتي، فايه لازم. التدخين ضار بالصحه، انا بقول اهو. اي وقعت اهي، وقعت عشان التدخين ضار بالصحه. هي عامله زي السيجار فايه. كيس فاتر قد ايه. اه طيب يا جدعان، خلينا نبدا بقى ايه. صوت المزيكا عالي ولا حاجه؟ بصوا احنا هنتكلم عن يعني اول سؤال، طبعا مش هو اسمه مجهول، ازاي ابطل مخدرات. السؤال ده اتسالي كذا مره،
بس الشخص اللي كان بيسأل السؤال ده بالتحديد كان عايز يبطل الحشيش، يعني هو عاوز ان هو يستخدم مخدر سهل. فانا هجاوب على السؤال ده. وفي واحد تاني بيتكلم عن السيكو سيكو، برضه شاب مراهق جميل بيتكلم عن انستجرام، هو يعتبر اخ لانه بيتابعني في كل حاجه. فانا برضه هجاوبه وهبعت له فيديو ده مخصوص عشان يعني يعرف ان وليد فلامس اخ كبير فعلا مش كلام وخلاص. والتالت برضه كان عايز يتعرف على اللي هو عايز يعرف ازاي يتعرف على اصحاب في المدرسه والجامعه. يعني هما سؤالين اصلا سالوني، واحد كان بيسال نفس السؤال في المدرسه، وواحد بيسال سؤال في الجامعه اللي هو ازاي يندمج، ازاي يتعرف على اصحاب شله، ازاي. انا برضه هقول في الجامعه وفي المدرسه يعني تختلف. والسؤال الرابع ازاي اواجه التنمر، تمام. و... والخامس اللي هو الحب في الفتره الدراسيه اللي هو سواء المدرسه او الجامعه، برضه هجاوب على كل الكلام ده. ماشي، خلينا نبدا باول سؤال اللي هو المجهول. ازاي ابطل مخدرات؟ انا شفت ليك فيديو على اليوتيوب اللي هو الفيديو اللي كنت عامله، قلت فيه انك بطلت حاجات كتير، وازاي بقى ايه عايز يعرف ازاي. بص، اول حاجه انت لازم تقتل وقت الفراغ بتاعك، دي اهم حاجه، اهم نقطه قبل ما تبطل المخدر ذات نفسه. لازم تشوف حاجه تسحل نفسك فيها. لو انت بتحب الكتاب اكتب، لو انت بتحب الخروجات اخرج، لو انت بتحب الافلام اتفرج، لو انت بتحب السينما اخرج مع اصحابك اتفرج على فيلم حلو. فانت لازم قبل اصلا ما تبطل لازم تشوف انت هتسحل نفسك في ايه، ده قبل اي حاجه. ثانيا جبت الورقه دي والله العظيم يعني طلبتها من فوكس، طلع عينه عقبال ما يجيبها لي. دي رسميا من مكان لمساعده الاقلاع عن الادمان، من غير ما تروح مصحه من غير اي حاجه. بس انا هقول لك اهو التعليمات الاولى للامتناع عن المخدر والتعامل مع اللهفه الفكره الملحه. سؤال بقى عشان الكلام ده كبير، والسؤال ده انا لازم اجاوبه لان هتحاسب عليه قدام ربنا، ده سؤال جد جدا. بصوا انا هقول لك الورق المكتوب في ازاي تبطل التدخين، بعد كده اقول لك ازاي تبطل المخدرات، بعد كده اقول لك رايي. اول حاجه الامتناع عن تعاطي اي مواد مخدره باي جرعات. التخلص من اي مواد مخدره بالمنزل، لو عندك حته ولا حاجه خلاص بقى تخلص منها. 3 الالتزام بالادويه في موعدها بالجرعات المحدده تحت اشراف الطبيب المعالج، وعدم تناول اي ادويه اخرى لاي سبب بدون رجوع للطبيب. طبعا ده لو انت في حاله انت بترجع طبيب فايه وكده كده. يعني حتى الازمات اللي كنت بمر بيها ما كنتش بروح لطبيب، كنت باخد ادويه بس مش عارف اقولها لان ممكن تضرك لو انت خدتها غلط، ممكن ما تبقاش مناسبه لحالتك فمش عارف اقولها. رابعا الجلوس في المنزل بين قوسين اجازه لمده اسبوع، وعدم النزول لاي سبب الا مع وجود فرد من افراد الاسره، وده عشان ما تسكرش او تقضي، فاهم؟ لو تنزل دماغك تلاح تسوحك فايه تروح. تغيير رقم دي مهمه قوي، الاتنين النقطتين دول، تغيير رقم التليفون او غلقه نهائيا. ده لو انت عندك صحبه زيك بتتصل ايه هنجيب حاجه مش عارف ايه بتاع. تغيير صفحه الفيسبوك او غلقها نهائيا، دي برضو صح عشان محدش يبعت لك فيس، فاهم؟ والفتره مؤقته يعني مثلا شهر ولا حاجه. الوعي بالاعراض الانسحابيه الجسمانيه والنفسيه. طبعا الحشيش انت مش هتواجهك اعراض انسحابيه جسمانيه، لكن نفسيه طبعا ممكن، خصوصا لو الحشيش بتشربه معظم الوقت 90% حاليا بيبقى مخلوط بحاجات كتامين وبتاع. النفسيه لمخدر. ماشي. 8 تجنب مثيرات الافكار، يعني حاجات اللي بتسوحك او بتخليك او ماي جاد لازم اجيب، فاهم؟ الالتزام بتعليمات شرب الشاي والقهوه والسجائر حسب توجيهات الطبيب المعالج، ده في حاله لو في معالج. 10 في حالة وجود أفكار أو رغبة ملحة يجب الآتي، دي مهمة أوي بقى ركز فيها. تغيير مكان الغرفة أو لا، أول حاجة المشاركة، التحدث مع المعالج أو أحد أفراد الأسرة عن الفكرة بشكل واضح وصريح. ممكن لو أنت مش معرف أسرتك ممكن تكلم صحابك اللي ما بيشربوش، ده بقى أنا اللي بزودها يعني عندي بشكل واضح وصريح. 2 الدعاء، وده فعلا فعلا والله عظيم، يعني انا كنت شخص يعني مش فاكر ان حاجات الدعاء والكلام ده هيأثر قوي كده، لكن والله عظيم بيأثر بشكل ايجابي قوي. الدعاء بمرور اليوم بدون تعاطي او قيام بالصلاة، صح. تغيير مكان الغرفة وتجنب الجلوس وحيدا، صح. عمل نشاط حركي، الاستحمام، الجلوس وسط الأسرة والتحدث معهم في مواضيع مختلفة، صح.
اللايف وقف ثواني. اللايف وقف ثواني. اوساخ. المهم كنا عمل نشاط حركي الاستحمام. والله العظيم ولا مشكلة. الجلوس وسط الأسرة والتحدث معهم في مواضيع مختلفة، وده زي ما قلت ممكن تزود الايه، لو انت بتتكلمش مع الأسرة في الحاجات دي ممكن تخليها الصحاب اللي هم ما بيضربوش حاجة. المشاركة في أعمال تخص المنزل والأسرة، بالظبط. اعمل أي حاجة، نظف أوضتك، اخرج نظف الصالة، اعمل أي حاجة تحسها بس انت ايه بتعمل حاجة. وادي تيدي اهو شرف في اللايف. ابني بيتكلم في موضوع مهم يابا. المهم كتابة كشف التعامل مع اللهفة لتسجيلها وتجنبها مرة أخرى. كتابة أو مراجعة كشف الخسائر، ودي مهمة برضو، اللي هو أنا خسرت قد إيه وتكتب مثلا إيه اللي بيخليك تتلهف إن أنت تضرب تاني. كل الحاجات دي بتفرق. التفكير في مكافأة في حالة مرور يوم بدون مخدرات تكون حافز. يعني فاهم، اليوم اللي أنت تلاقي نفسك كنت عايز تضرب فيه وما ضربتش، حاضر هديك شاي، وعايز مش الشاي ده، حاضر هديك يابا، حاضر هديك. فلو انت لقيت نفسك عديت اليوم، كافئ نفسك باي حاجه، اكله حلوه، بيبسي، فاهم، لتر، روق على حالك. في حاله طلب مساعده من المتخصصين يمكن رجوع لرقم الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي 16023 في اي وقت 24 ساعه. اتمنى اكون جاوبت. وخلي بالك مش سهل والله ان انت تبطله، بس ايه، الموضوع محتاج سحله. اي حاجه ممكن تبطلها بس هي السحله. فكر في حاجه تعملها وهتلاقي نفسك بتروح، فاهم، اي حاجه هتلاقي في دنيا تانية. واسال مجرب وهتسال طبيب. وانا مضطر يعني ايه ادي للباشا الشاي. تعالى اتفضل، قلت لك في الطبق، تعالى. اها، بصور يابا بصور. تعالى ورايا، تعالى ورايا. اشرب انت واخوك. حطيت لك في الطبق اهو يا عم. طيب دلوقتي بقى نيجي من المجهول. وهو مش مجهول، هو يعني شخص عايز عليا، يعتبر اخ صغير كان على الانستجرام. هو كان اصلا بيقول لي انا مدمن حاجه وعايزك تخليها ابطلها. فانا افتكرت برضه مخدرات زي السؤال الاول، فقلت له ايه. فراح قايل لي سيكو سيكو، يعني حاجه كده. يعني اعتقد انتوا فهمتوا، بس ايه يعني شاب مراهق وكده، فايه بيبقى لوحده بيفكر في حاجات ايه حاجات جميله بس يعني مش جميله، فاهم. بيقول لي ازاي ابطل السيكو سيكو. طيب خلينا نخش في السؤال التالت، بعد كده نرجع للسؤال التاني. ازاي اتعرف على اصحاب واندمج واتعايش. وزي ما قلت له السؤالين، واحد سأل نفس السؤال اللي هو ازاي انخرط واندمج مع الشله واكون شله في الجامعه في اول يوم وهكذا. والتاني سأل نفس السؤال في المدرسه. فخليني اجاوب هذا السؤال الاول. بص يا عم، اولا قبل اي حاجه انا عايز افهمكم ان انا في المدرسه اجمالي الايام اللي رحتها في نفس المدرسه من اولى ابتدائي لحد تالتة ثانوي ما يجوش على بعض كلهم شهرين اجمالي، شاملين ايام الامتحانات. يعني فانا ما ماليش في الدنيا دي، او كنت منعزل لسه. بس انا اقدر اقول لك دلوقتي بما ان يعني عادي اللي هو اتعرف على ده واتعرف على ده واتعرف على ده. بص يا اسطى، قبل اي حاجه محدش يضربك بالنار لو انت كلمته. يعني ما مثلا انت عايز تعرف على بنت او مجموعه او ايا كان، حط في دماغك دي انا مش هتضرب بالنار، انا هحاول اتعرف على حد. لو هو مش عايز يتعرف عليا خلاص ما فيهاش حاجه، فاهم. ما تقعدش تقول احرجني والموضوع يبقى صعب لا يا عم، عادي يا عم، حد عايز يتعرف عليك اهلا وسهلا، قبل التعرف عليك اهلا وسهلا، ما عرفش خلاص عادي مفيش حاجه، مش تنتهي نهايه العالم، فاهم. فانت مثلا نفترض في المدرسه، نبدا بالمدرسه. تقعد مثلا لو انت في الفصل ولا حاجه، هو ايه الحصه اللي جايه ايه، اسال اللي جنبك او اللي انت عايز تعرف عليه
ايه الحصه اللي جايه ايه؟ طب مين بيدرسها؟ طب ايه الكلام انت؟ ايه نظامك؟ وانت اسمك ايه اصلا؟ كذا 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 كذا. طب ايه احنا مع بعض ولا انت ايه يعني؟ فاهم؟ لو مثلا في امتحان اسال ايه احنا مع بعضينا ولا ايه؟ وانت اسمك ايه اصلا؟ اه طب احنا مع بعض يا عم، انا ممكن لو كده في امتحان الانجليزي اظبطك انت في هكذا. يعني ما كنتش ساعتها صايع، تمام، في تانية ثانوي واولى ثانوي والكلام ده، وكنت منعزل وشاب الناس بتنمر عليه وبتاع. بس كنت اللي هو ايه، الانجليش كانت الماده الوحيده اللي أنا بفهم فيها قوي. فكان ممكن بس اسال اللي جنبي او اللي ورايا او اللي قدامي، بقول لك ايه، هو امتحان الانجليش بكره، فاهم؟ انا كده بفهم فيه وهظبطك والله، بس انت ظبطني برضو النهارده في الدراسات او في التاريخ. وانت اسمك ايه اصلا؟ اسمي كذا. طب احنا مع بعضينا مثلا احمد. طب احنا مع بعضينا احمد ولا ايه؟ طيب يا عم ماشي خلاص، اتعرفت على واحد. فاهم؟ نفترض انت مش في الفصل، نفترض في حصه في فسحه ولا حاجه، مش عارف مثلا جبت شيبسي، جبت مش عارف ايه، خش على الشخص اللي عايز تعرف عليه او بنت عايز تعرف عليه، تاخد شويه. اهو بص مثلا، اهو نفترض انا على سبيل المثال سيجاره اهو، يعني حاجه مش كويسه، بس انا بقول نفترض دي كيس شيبسي، تمام. انا مثلا عايز اتعرف على حد بيشرب سجاير زيي، اقول له ايه؟ انا بليت في سيجاره اهو، سيجاره تبغ عاديه، ايه تاخد؟ انا عارف هو بيدخن، فاهم؟ خدها ايه حبيبي، انت اسمك ايه بقى؟ مش عارف كذا كذا. خلاص عرفت على البني ادم اللي قدامي. انت تعمل نفس الموضوع مثلا كيس شيبسي، ايه تاخد شويه؟ غالبا هيقول لك اصلا، بس يعني حتى لو قال لك لا تسلم حبيبي حبيبي بجد والله يا عم لو عايز خد، فاهم؟ طب معايا عصير مش عارف ايه، انت اسمك ايه اصلا؟ اسمي كذا كذا كذا. اتعرفت عليه خلاص. نفترض هو مش عايز يتعرف عليك، لا مش عارف إيه، خلاص مع حاله، وكده كده اصلا رفض تعرف بطريقه كويسه، فده معناه ان انا مش بني ادم كويس اصلا. حتى لو بني ادم كويس خلاص يا عم مع حاله، يا عم الدنيا ما انتهتش. فاهم؟ اه الولاعه بقى قذره قذره. نفس الموضوع بقى ينطبق في الجامعه، او يوم ليك في الجامعه، فاهم؟ قاعد في الكافيتيريا بتاع ايا كان، معهد جامعه كليه، قاعد في الكافيتيريا، اطلب لك شاي معايا مش عارف ايه، هو سيكشن مش عارف ايه منين، محاضره مش عارف ايه امتى، فاهم؟ ادي ده الكلام ده ينطبق على ولد بنت جروب اي حاجه. فاهم؟ نفترض جروب، خش كده، ايه يا شباب بقول لكم ايه، هو سيكشن مش عارف ايه منين. حتى لو انت عارف ممكن تسال سؤال انت عارف اجابته اصلا، بس هو مثلا تخش ايه يا شباب، هو سيكشن بقول لكم ايه، هو سيكشن مش عارف ايه فين. طب تسلموا والله انتوا شباب زي العسل، انتوا اسمكم ايه واساميكم ايه مش عارف ايه. فاهم؟ بنت قاعده معاك على الكافيتيريا مش عارف ايه، يطلب لها حاجه، تحبي تشربي حاجه، اطلب لها، هو انت اسمك ايه اصلا؟ تحبي، فاهم كده عادي. اصل بص، خليك على طبيعتك. انا ما ينفعش اقول لك قول كذا 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 كذا، لان ده هيبقى انا شخصيتي انا. لا يا عم خش اتعرف عادي يا عم، حد قابل كلامك قابل، مش قابل خلاص يا عم، مش نهايه العالم، ما فيهاش حاجه. خلينا نرجع بقى راح فين؟ اصل سيب كل حاجه في الورق ده، كل حاجه، السكريبتات، الحكاوي ايوه هو ده. عايز بس افهمكم حاجه، هو اللي بيسال السؤال بقى اللي هو السؤال التاني ده، اللي هي العاده يعني، مش فرجه، فاهم؟ هو شايف يعني هو الموضوع ضغطه نفسي قوي، مع ان هو مراهق، يعني هي دي فتره المراهقه اصلا. بص طيب، قبل اي حاجه الموضوع ده ما بيشكلش مشكله لو انت في فتره المراهقه، بس في ناس بيستمر معاها لدرجه انت تبقى شباب 32 سنه، رجاله 32 سنه 33 سنه يا عم 25 سنه، وتلاقيهم مهووسين بالموضوع ده. هنا دي بتبقى مشكله. بس انت كشاب مراهق وانا عارفك، ف يعني انا مش هتكلمك من الناحيه الدينيه لان معروف الناحيه الدينيه بتقول ايه، فاهم؟ بس هكلمك من الناحيه الطبيعيه. بص انت شاب ومراهق عادي، فاهم؟ حاول تقلل الموضوع على قد ما تقدر، برضو انشغل بتاع، ما تخليش الموضوع يوصل للهوس. هو كده كده مش هيوصل لهوس غالبا، لان الهوس دي بتبقى حالات نادره ان هم بيبقوا ناس فيهم حاجه غلط، فاهم؟ فانت شاب مراهق، حاول تحسب الموضوع انه فتره وهتعدي، فتره وهتعدي. كل ما هتقلل مشكله زي دي، كل ما هتقلل اهتمامك بيها، وكل ما تشوف ان هي مش مشكله، كل ما تلاقي ان انت اصلا ما بتعملهاش وبتعدي، وانت اصلا مش بتفكر في الموضوع. انما طول ما انت ما بتفكرش غير فيها، والمشكله دي لازم احلها، او زي ما قلت، تمام، زي ما قلت انت يعني ان انت
ما تفكرش في المشكله دي كتير، يعني هتحس ان هي بتعدي اصلا، هتحس ان انت بتعمل المشكله دي هتلاقيها قليله. كل ما تفكرش فيها وتقول بفتره وهتعدي وبتاع، الموضوع بيعدي فعلا. لو لقيت الموضوع استمر يبقى انت لازم تشغل بالك بقى قوي، لازم تحل بقى المشكله دي فعلا. بس غالبا لا، لان دي يعني انت 16 سنه 17 سنه، مش حد ما عداش بالفتره دي، فانت تيك ات ايزي، فاهم؟ ما انا قلت دي مش من ناحيه دينيه، من ناحيه دينيه معروفه، بس المشكله دي فتره وهتعدي، لان دي فتره بتاعت الكلام ده، التفكير بتاع الكلام ده. حاول ما تشغلش بالك، حاول ما تحسبهاش مشكله اصلا. كل ما تحسبهاش مشكله، كل ما مش هتعمل كده، كل ما فتره هتعدي خلاص. اخر بقى سؤال، ازاي اواجه التنمر؟ هو مش بعد التنمر ايه يعني، تنمر على شكل، تنمر على عرق، تنمر على دين، تنمر على طريقه كلام، تنمر على ايه؟ بس انا هقول لك الخلاصه، الخلاصه تمام. اتعامل بمبدأ فاك يو. انت لو حاجه ما تقدرش تغيرها، حاجه ما تقدرش تغيرها. لو حاجه في لونك، في دينك، في شكلك، دي حاجه ما تقدرش تغيرها. ومش مضطر تغيرها عشان حد. لو انت تخين، لو انت رفيع، لو انت مسلم، لو انت مسيحي، ايا كان، دي حاجه بتاعتك انت. حتى لو تقدر تغيرها، حاجه بتاعتك انت. ما بتكلمنيش اصلا، ما تهنيش، ما تسمحش بالموضوع ده. انا منزل فيديو كامل عن ازاي تواجه التنمر، روح شوفه. بس الخلاصه، ما تخليش حد يكلمك اصلا. حاجه تقدر تغيرها، حاجه ما تقدرش تغيرها، فاك يو. انا مش وقت تقول له كده او تواجه مشكله، بس ما تخليش اصلا حد يكلمك في الموضوع ده. حد يقول لك مثلا ايه ايه يا وليد، انت دقنك بقول لك ايه يا عم، فكك مني. اللي هو قولها بهزار في الاول، بقول لك فكك مني. لو حد بيكلمني مثلا بيرخم عليا، يعني سوري في اللفظ، سوري في اللفظ. انا انتوا عارفين ما بشتمش ولا بشرب سجاير في اللايف، بس ده اخواتي، انا بكلم اخواتي، بنصح اخواتي، ما ينفعش نص نصيحه. تمام، فاعذروني على اللفظ ده. لو انت بتبدن عليا، لا فاهم، فكك. لو حد بيبدأ عليا بهزار، اللي هو ها لسه بيبدأ، بقول لك ايه يا عم، فكك مني، بهزار كده. طب ما انت مش عارف ايه يا عم، بقول لك ايه، فكك مني، ما تبدنش عليا. او كده بقى ايه، ابتديت النبره هزار، بعد كده هزار بنص جد، انت بقيت عليا فاهم، تقلب وشك. يا عم بقول لك ايه، فكك، انت في ايه يا عم، ما تسيبني في حالي. كده على طول اتعامل كده، تمام. هو مش يعني مش على تنمر هيبتدي يزود، مش هيقلبها خناقه. ولو قلبها خناقه، دافع عن نفسك يا عم. انت ايه يا عم، انت مش حد مش عاجبه انت، يبقى خلاص روح يا عم، ما تتعاملش معايا، ما تكلمنيش اصلا، ما تخليش حد يتخطى حدوده معاك. وزي ما قلت، انا عامل اللايف ده يعني لاخواتي اصلا. انا بجاوب اسئله اتسالت لي كتير، بس يعني اللي هو ايه، اسئله ناس معينه، وفي نفس الوقت اسئله عامه لاخواتي. ما فيش احراج، ما فيش حد هيطلع يجاوب على اسئله زي دي من اجل الفانز بتوعه. بس انا مش معتبر دول الفانز بتوعي، انتوا مش والمصحف ما بعتبرها فانز، انا بعتبر اخوات صغيره واخوات كبيره بيحبوني بس. وهو عشان اهو عادي يا عم، اطلع يا عم بشعري مش متظبط يا عم، واطلع اعمل كده يا عم، واطلع الف سجاير تبغي يا عم، اخواتي يا عم، في ايه؟ انا لو ما بجهرش بالمعصيه، فده عشان ربنا، ده واحد. ثانيا عشان اخواتي، مش لازم ابين لهم ان انا بعمل حاجه غلط. بس في نفس الوقت اخواتي، انا واخد راحتي معاهم، مش حكايه انا بخاف من حاجه. انا ما بخافش غير هذا ربنا ثم اي حد مش فارق معاه رايه. بس مش معنى ده ان انا اجرب بمعصيه. انا لو باخد راحتي بس معاكم، مش قصدي اعمل اي حاجه تانية. مش معنى انا بعمل غلط، احيانا بيقول لك فقد الشيء لا يعطيه، لا، احيانا فقد الشيء بيعطيه. لو انا بعمل حاجه غلط، مثلا دخان، تمام، انا فاقد الشيء، فاقد الصحه مثلا من الدخان، اقدر اعطيك انا الصحه بان انا انصحك ما تعملش كده، فاهم؟ احيانا فاقد الشيء بيعطيه. احيانا اللي ما عندوش سعاده ممكن ينصح حد عشان ما يدخلش في اكتئاب، فما عندوش سعاده بس بينصح حد بنصيحه بتخليه عنده سعاده، او بتتجنبه ان هو يقع في الاكتئاب. فاهم؟ فاقد الشيء بيعطيه عادي، مش عيب. فانا صدقوني عامل بتاع اللايف ده عشان كده. بس انا مش يعني تركيزي كان على الاسئله دي. محدش هيعمل كده للفانز بتوعه، بس ممكن حد يعمل كده للاخوات بتوعه. اتمنى يكون اللايف ده عجبكم. السيجاره خلصت، وتدي ابني العزيز شرب الشاي، فلازم اروح اعمل شاي بلبن قبل ما يشربوا اللبن. وزي ما اقول لكم، لو انتوا عندكم حاجه لفيديوهات حاجه ومستمعين،
سواء عايزين اجاوبها، يعني لو عايزين اجاوبها بيني وبينكم انا ما عنديش مشكله، لو انتوا مش عايزين اصلا تعملوا فيديو ما عنديش مشكله، هجاوب برضه لان دول اخواتي يا جدعان. لو حد كلمني انا ما اعرفوش من المتابعين بتوعي وفعلا من اخواتي الصغيرين ويقول لي بقول لك ايه انا معايا مشكله محتاج حلها، او مثلا حد في منطقتك يا وليد مش عارف تعال على ارض الواقع معاك يا عم في ايه. وبس ما كل ده عجبكم، انا حبيت بس ايه اثبت لكم جزء بسيط من تقديري والريسبكت اللي انا بديها لكم. تمام. وطول ما الملك معايا كل شيء هيكون تمام، وهنكون انا معاكم تمام وكل حاجه تمام، ما تقلقوش. دون وري يعني. فقشطه زي ما بقول لكم كده، رامي الشاي وخلوا بالكم من نفسكم وتيك كير. وفي عم اللايف يا عم.